المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها إصابة 17 مواطن بفيروس كورونا اليوم. كلية إعداد المعلمين تخرج دفعة جديدة من طلابها بدرجة دبلوم الدراسات العليا. البلاد تشهد غرس أكثر من 3 ملايين شتلة عام 2021. كوريا الشمالية تطلق أقوى صاروخ لها منذ عام 2017. برلمان إيطاليا ينتخب الرئيس سيرجيو ماتاريلا لولاية ثانية. عاصفة ثلجية تشل الساحل الشرقي لأمريكا وإعلان حالة الطوارئ. أهلا بكم مشاهدينا. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز الفحص في إقليمي الأوسط والجنوبي أظهرت إصابة 17 مواطنا بفيروس كورونا، وظهرت 7 إصابات في مراكز الفحص بالإقليم الأوسط هي في أبا شاول وقجرة و4 أسمرة وستان توتو وبيلاجو، ومصابون قادمون من كرن، و10 إصابات في الإقليم الجنوبي 6 في مندفرة و2 في صنعافة وإصابة واحدة في قعتيت بدباروا. في غضون ذلك شفي 60 مريض كورونا، 30 من الإقليم الأوسط من الإقليم الجنوبي و28 من الإقليم الأوسط و2 من القاشبركة، وتوفي رجل يبلغ من العمر 65 عاما في الإقليم الجنوبي. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9525، شفي منهم 9180 وتوفي 98 مريضا، فيما لا يزال 247 من المرضى يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 30 من يناير 2022. خرجت كلية إعداد المعلمين في أسمرة 115 طالبا، بينهم 11 فتاة بدرجة دبلوم الدراسات العليا في 29 من يناير الجاري. وتخرج الطلاب في مجالات تعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والعلوم الاجتماعية. وهنأ مدير الكلية بالإنابة الدكتور يوناس مسفن المتخرجين بإنهاء التعليم بعد دراسة مكثفة والتدريب التطبيقي في المدارس. وتأحد المتخرجين بالخدمة المتفانية استفادة من المعرفة والتجربة المكتسبة. وتخرج كلية أسمرة لإعداد المعلمين للمرة الثالثة بدبلوم الدراسات العليا. في غضون ذلك خرجت كلية إعداد المعلمين في أسمرة 101 شاب في مختلف المجالات المهنية بالتعاون مع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة. أفادت سلطة الغابات والحياة البرية في الاجتماع التقييمي الذي أجرته في 28 من يناير الجاري بأن البلاد شهدت خلال عام 2021 خرس حوالي 3 ملايين و200 شتلة. وقدمت في المناسبة تقارير فروع السلطة في الأقاليم التي أوضحت إعداد 4 ملايين و200 شتلة في 30 مشتل بهدف إنجاح برامج التشجير، وقد تم قرص 3 ملايين و200 شتلة منها، أي 76%. وأوضح التقرير بأن الشتول هي 45%، أو أوضح التقرير بأن 45% من الشتول قد قرست عبر المشجرين الأفراد، و36 عن طريق الأهالي والمؤسسات والطلاب في مساقط المياه، و17 عبر الحملة الطلابية التنموية، وما تبقى في دور العبادة والمدارس وفي أماكن مختلفة عبر الجيش. وأوضح التقرير إلى أن نسبة الغطاء النباتي في بلادنا انخفضت إلى أقل من 1% جراء البشر والطبيعة. وبهدف رفع نسبة الغطاء النباتي خلال الأعوام الخمسة المقادمة وضعت البرامج لكافة أنحاء البلاد. وأوضح التقرير فيما يتعلق بحماية وتنمية الحياة البرية بتخصيص 614,500 هكتار من المحميات، منها 106,000 هكتار للمحمية الوطنية الواقعة في شمال وجنوب بحري، و44,000 هكتار للمحمية أو لمحمية الفيلة في القاش ستيت، و400 هكتار لمحمية بوري وأيروري وهواكل، وكذلك 64,500 هكتار محمية دهلك كبير الوطنية.
وفي الكلمة الختامية التي ألقاها المدير التنفيذي لسلطة الغابات والحياة البرية العقيد كينفي توم ناشد فيها نقاط الرقابة في الأقاليم بتقوية نشاطها لردع المخالفات النادرة التي تحدث في المحميات الوطنية. كرم ضابط التعبئة والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع 21 رياضيا مميزا يوم 29 من يناير الجاري بحضور قائد هيئة أركان قوات الدفاع الفريق فيليبوس والديوهانس. أوضح قائد ضابط التعبئة والتوجيه المعنوي العقيس لمون سيوم في المناسبة أن الجهود جارية لتكريم الرياضيين والمدربين ومساعديهم في ألعاب القوى لرفع مشاركة أعضاء نادي دندن في المنافسات الإقليمية والدولية، مؤكدا جاهزية قوات الدفاع لتحقيق ذلك. وقال مسؤول المنافسات الرياضية في قوات الدفاع السيد سياس كداني بأن نادي دندن الرياضي ينشط في رياضات كرة القدم وألعاب القوى وسباق الدراجات الهوائية، وقد قدمت الجوائز المالية للمكرمين حسب الفوز الذي حققوه. وقدم نادي دندن الرياضي 6 كؤوس فاز بها عام 2021 للفريق فيليبوس والديوهانس. تلقى 34 شابا تدريبا ل4 أعوام في كرة القدم نظمها مركز مرب ستيت التدريب الرياضي الكائن في الإقليم الأوسط. وأوضح مؤسس ورئيس المركز السيد تولد برهان تسفى جابر في مراسم التخريج في 28 من يناير الجاري أن التدريب جزء من الجهود الجارية في البلاد لتأهيل الرياضيين. وأشاد مسؤولو الرياضة في المناسبة بالجهود التي يقوم بها المركز لتطوير الرياضة رغم محدودية إمكاناته. وقدمت الميداليات والشهادات للمشاركين في الدورة التدريبية. هذا ويقوم مركز مرب ستيت والذي تأسس عام 1997 بالتركيز على ألعاب القوى يقوم بتسيير أنشطته حاليا في منافسات كرة القدم للناشئين والسباحة الحرة. مشاهدينا نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، لكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. قال سيول إن بيونغ يانغ أطلقت أقوى صاروخ لها منذ عام 2017، وذلك في تجربة صاروخية هي السابعة من نوعها خلال الشهر الحالي. وقد نددت اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة بالتجربة الصاروخية، متهمة كوريا الشمالية بممارسة أنشطة مزعزعة للاستقرار. وأفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية نقلا عن هيئة الأركان المشتركة للجيش بأن كوريا الشمالية أطلقت من مقاطعة غاغانغ شمالي البلاد باتجاه المحيط صاروخا باليستيا متوسط المدى قطع مسافة 800 كيلومتر وبلغ ارتفاعه 2000 كيلومتر. وذكر الرئيس الكوري الجنوبي مون جي إن في بيان أن بيونغ يانغ تقترب من خرق الوقف الاختياري الذي فرضته على نفسها، والذي علقت بموجبه التجارب النووية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات منذ عام 2017. وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في منطقة المحيطين الهادي والهندي في بيان أن الولايات المتحدة تندد بأحدث تجربة صاروخية أجرتها كوريا الشمالية. وقالت إن التجربة لم تشكل أي تهديد مباشر لأراضي الولايات المتحدة أو أفرادها أو حلفائها. بعد ماراثون برلماني عاكس الانقسامات العميقة بين الأحزاب المشاركة في الحكومة، تم انتخاب سيرجيو ماتاريلا رئيسا لإيطاليا لولاية ثانية، وعكس الانقسامات العميقة بين الأحزاب المشاركة في الحكومة. وأعيد انتخاب ماتاريلا والذي تنتهي ولايته في 3 من فبراير لولاية ثانية تستمر 7 أعوام بعدما حصد الغالبية المطلقة البالغة 505 أصوات من أصل 1009 من الشيوخ والنواب والمسؤولين الإقليميين الذين يشاركون في التصويت. وكانت ماريا ستيلا جيلميني وزيرة الشؤون الإقليمية السبت قد قالت أن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتريلا وافق على البقاء لفترة ثانية في منصبه بعد أن طلبت منه الأحزاب الحاكمة إعادة النظر في قراره ترك المنصب. وكانت الأحزاب الإيطالية الممثلة بالبرلمان قد فشلت في انتخاب رئيس جديد للجمهورية في ختام رابع جولة
اقتراع ما خلق حالة من الغموض بشأن مستقبل رئيس الوزراء ماريو دراغي وحكومته. اجتاحت عاصفة شتوية الساحل الشرقي للولايات المتحدة هي الأعتى منذ 4 سنوات، وأدى ذلك إلى إعلان حالة الطوارئ في 5 ولايات. وأعلن حكام كل من نيويورك ونيوجيرسي وماريلاند ورود آيلاند وفرجينيا حالة الطوارئ، وطالبوا السكان بالابتعاد عن الطرق حفاظا على سلامتهم، كما حذروا من احتمال انقطاع الكهرباء. كما أصدرت الهيئة أيضا تحذيرات من احتمال حدوث فيضانات بالمناطق الساحلية التي يبلغ عدد سكانها نحو 70 مليون شخص. وأجبرت العاصفة المعروفة باسم نورستر شركات الطيران على إلقاء ما يقرب من 6000 رحلة خلال عطلة نهاية الأسبوع. كما ألقت شركة أمتراك للسكك الحديد خدمات نقل الركاب في معظم أنحاء المنطقة. يسعى عناصر البحرية التايلاندية لإزالة تلوث نفطي امتد إلى أحد شواطئ الساحل الشرقي للبلاد، ويخشى أصحاب مرافق الضيافة المحلية أن يكون مسمارا في نعش الفنادق والمطاعم التي ضربتها جائحة كوفيد-19. ويواصل عناصر البحرية وخبراء التلوث جهود إزالة التلوث الذي وقع في خليج تايلاند عندما تسرب 60 طنا من النفط الخام على بعد 20 كيلومتر قبالة ساحل إقليم رايونغ. وقالت شركة ستار بتروليوم العامة للتكرير والمشغلة لخط الأنابيب المعني بالتسرب أنها تحاول الحد من امتداد التلوث إلى الشواطئ بالحواجز العائمة، وتقوم طائرة استطلاع بمراقبة التلوث في البحر. وقالت وسائل إعلام محلية إن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت تلوثا بحجم 47 كيلومتر مربع. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. إصابة 17 مواطن بفيروس كورونا اليوم. كلية إعداد المعلمين تخرج 115 طالبا بدرجة دبلوم الدراسات العليا. والبلاد تشهد قرص أكثر من 3 ملايين شتى عام 2021. كوريا الشمالية تطلق أقوى صاروخ لها منذ عام 2017. برلمان إيطاليا ينتخب الرئيس سيرجيو ماتاريلا لولاية ثانية. وعاصفة ثلجية تشل الساحل الشرقي لأمريكا وإعلان حالة الطوارئ. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.